ازيكم يا اصحابنا؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى، المكوه دي اللي هي البيبي ليس دي جبناها النهارده. هي ما شاء الله شكلها حلو، بس احنا بصراحه لسه جايبينها ولسه جديده يا اهي جماعه، الورقه انا اديت بتاعتها. لما شفت شكلها اديتها ان هي ب1000 جنيه ب800 جنيه. هي سعرها ب لا، 450. كنت عايزه يتفقعوا سعرها. يتوقعوا. هي دي اسمها بار بليس، بار بليس. هي دي. يعني بصوا احنا ما نعرفش عنها حاجة 45 واط. بصراحة، انا والله مش عارفاها، وحتى انا قلت للراجل اللي اشتريت منه في المحل انا ما اعرفش اي حاجة عن الانواع المهم اهم حاجة ما تكونش صيني وحشة يعني، تستحمل يعني. راح قال لي ان شاء الله هتتحمل معاكي، هي اهم حاجة يعني ان هي مش شغالة شغل صالونات او كوافير. انا كل اللي انا بسأله يعني لو حد عنده البيبي ليس ديت، النوع دوت بالذات، يبعت او يقول لي يعني يعلق لي هل هي كويسة معاه، استعمالها عاملة ايه معاه يعني، الاستعمال بتاعها كويس ولا ايه. انا كنت جايباها عشان مثلا كل سنة وانتم طيبين لما نبقى داخلين على عيد، احنا خلاص بكرة رمضان، بعده. بعد بكرة رمضان، فان انا احب اعمل لحبيبة في العيد او كده. فكنت عايزة اعرف استخدامها ايه، هل استخدامها معاكم حلو، نافعة معايا. اللي هي بتعلي السرعة، والراجل قال لي دي اللي بتعلي السرعة، ودي اللي هي بتخفض السرعة شوية. هنا دي اللي هو زرار الباور اللي بيشغل يعني او كده. وجربها لي ان هي سخنت يعني معاه شوية في المحل، فانا عايزة اهي بار بليز، مكتوب اهي الحاجات التعريفية بتاعتها، يعني الباور بتاعتها 45 واط وكده. فانا عايزة لو حد جابها او استخدمها يقول لي استعمالها ايه، حلو ولا يعني. انا لسه ما استخدمتهاش، احنا لسه جايبينها دلوقتي طازة يعني، ما شاء الله لسه جايبينها ايه جديد. ودي 450، وقال لي دي بسعر الجملة، يعني ممكن تكون في محلات تانية او كده بسعر اغلى. انا بحب اشتري منه المحل ده لانه فعلا بيبقى بيبيع سعر الجملة. قول مم. للناس اسمه ايه عشان اللي عايش في اقول المنيا يعني. للناس. احنا هنا في المنيا، هي المؤسسة اسمها مؤسسة النهضة، اللي هو المحل يعني ده اسمه مؤسسة النهضة. يا رب بس تنفع وتبقى حلوة. وقولوا لنا برضو، انا قلت له هو لازم يشترط ان انا استعملها معاها قبلها استشوار، راح قال لي لا، هو طبعا اكيد لازم تغسل شعرها كويس من الزيوت او اي كريمات ازاي فيها. استشوار؟ ما هي دي بديلة اه الاستشوار. اه، صح معاك حق. انا ما استخدمتش خالص بصراحة يعني احنا كنت كان بوديها عندنا الصغنونة الكوافير. بس ما اه بتقدرش تعمل حاجة. عشان تعمل شعرها كده للعيد عشان تبقى فرحانة زي اصحابها يعني. يلا اتمنى ان يا انتوا جماعة شكلها تعلقولي. جميل. اه ما شاء الله، الله اكبر، شكلها ما شاء الله حلو. يا رب اعرف وبتلمع. استخدمها بس وما تبص سهلة. مني. قولوا سهلة. لي يا اصحابنا، يا اصحابنا لو في ولما حد استخدمها يقول لي في التعليقات. لما مم. شغلها لك كان فيها النور ده.